السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل ويكة بالعدس. احنا طبعا كلنا عارفين ان الويكة بالشوربة، لكن لا، في ناس كتير ما تعرفش ويكة بالعدس. فوق التحفة. نسمي ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبدأ ونقول المقادير ايه. دي راس توم مهروسة مع قرن فلفل احمر، وماجي واحدة، ماجي وبصلاية مقطوعة رباع، وطماطمية رباع، وتومة تانية للطشة، وكزبرة وكمون وملح، ونص كيلو بامية، ونص كيلو عدس. هبدأ أحط بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنحط العدس، نص كيلو العدس، وهنحط البصل والطماطم يغلوا مع بعض. وأول ما يستوي العدس ان شاء الله باذن الله يبرد خالص ونضربه في الخلاط، وبعد كده نرجع ونشوف هنعمل ايه تاني ان شاء الله. دلوقتي احنا سلقنا العدس اهو وضربناه في الخلاط وبرد الحمد لله. الباميه دي لازم لما تجيبيها ما تجيبهاش ولا صغيره قوي ولا كبيره قوي، هاتيها وسط وتكون كده بصي ملحمه، ما تكونش كبيره عشان ميبقاش طعمها وحش ويكون فيها الحبوب دي. خليها وسط، تغسليها كويس معاها وبعد كده تقطعيها طرنشات طرنشات زي ما انت شايفه كده. طبعا الحله سخنت، طبعا دي مكان العدس، فعشان ما هديش بقى في مواعين وكده. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي على سيدنا محمد. كده انا هحط العدس واعلي على البوتاجاز كده ان شاء الله، وصلي على سيدنا محمد، واحط الباميه، نص كيلو باميه ونص كيلو عدس. هحط عليها بقى احلى حاجه في الدنيا، راس الثوم دي ام فلفل احمر دي، وواحده الماجي. طبعا هفضل اقلب فيها وهنحط حبه كمون، العدس حبيب الكمون اهو. وهخلي التومه دي والكزبره والملح للطشه ان شاء الله. هحط معلقتين سمنه في الكزرونه واقوم عامله ايه، طشها بيها بس بعد ما تستوي الباميه. وبعد ما تستوي الباميه هرجع لكم عشان اطش معاكم الويكه ان شاء الله المعدس. دلوقتي بعد ما استوت الباميه في العدس استوت، احنا طبعا بناخدها غلوه قوي كبيره بتاع 5 دقايق، وبعد كده بنوطي عليها. بوطي عليها ليه؟ اولا عشان ما تلزقش في القعر، بص من تحت ما فيش لزق ازاي، لان وطيت عليها تستوي على نار هاديه. وبعد كده بنحط معلقتين سمنه، وبنحط الثوم والكزبره والملح، وهطش الايه، وهطش الويكه. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. بسم الله، الله الله، بسم الله. اهي التومه بص هتبدا تتطش، وهبدا اطش بيها الباميه. بسم الله، حضرة النبي ساعة صلاته لما لقى الوقت فاته. بسم الله بسم الله، خد النبي بالايد. بسم الله كده. بص مش عايزاها تحمر قوي، عايزاها تصفر، عشان لو احمرت قوي تبقى مررة، لكن لما تصفر كده تبقى حلوه في طعم الاكل، وهتاكلوا احلى ويكه مش هتنسوها تاني، زي المشروب بس احلى كمان. جربوها ومش هتندموا ان شاء الله باذن الله. بسم الله، ايدي النبي بايدي. بسم الله. وكده انا طشيت الويكه ام باميه وعدس اهي، وهصبها في الطبق واوريها لكم. وده الشكل النهائي للباميه المويكه، هتاكلوها وتدعوا لي ان شاء الله. وجنبيها طبق باذنجان، ونحمد ربنا على الايه، على اللي احنا عاملينه، وان شاء الله هتعجبكم باذن الله، وهتعملوها كذا مره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.